مين الشاب ال 18 سنه اللي بيسابق في لامبورجيني وازاي وصل انه بيسابق هناك؟ ابراهيم بدوي، شاب مصري مواليد 2006، يعني لسه هيطلع الرخصه. بس ايه، ابراهيم بدا كارتنج في شرم الشيخ، بعدها راح الامارات ولعب بطوله اسمها روتكس، بعدها تواصل مع فريق اسمه ار2 ريس في الفورمولا 4، بعدها تواصل مع فريق اسمه ام بي موتور سبورت، وده من اقوى الفرق في الفورمولا 4 و3 و2، وعمل معاهم 7 اختبارات ما بين اسبانيا وايطاليا. بعدها لامبورجيني كلموه، راح المصنع قعد مع جورجيو سينا، وده مدير الموتور سبورت في لامبورجيني، فده شخص مهم جدا في قصتنا. ومن اول يوم لابراهيم هو باين ان هو مميز جدا، لدرجه ان في اول سباق ليه خد مركز ثاني وكان عنده 16 سنه بس، وكان اصغر متسابق ساعتها. وابراهيم من يومه هو من نجوم منصه التتويج، باثنين مركز ثالث، 4 تاني، و6 مركز اول، ولسه الاول هيزيدوا ان شاء الله. بس هي دايما مش ماشيه كده، بيبقى في اختبارات من وقت للتاني لتحمل الابطال. ابراهيم وهو بينافس على النيربرجرينج، ودي اصعب حلبه في العالم، حصلت له حادثه عنيفه جدا. في اليوم الاول ابراهيم كسب وخد مركز اول على النيربرجرينج. في اليوم الثاني كان في مطر غزير جدا، فواحد من المتسابقين خرج من مساره وخبط في ابراهيم خبطه عنيفه جدا، وتسبب في خلع في دراعه وركبته، وكان قدامه شهر